دارين طفلة أردنية كتب لها الشفاء من مرض السكري بعدما تمكن فريق طبي أردني بالتعاون مع كلية الطب في جامعة شيكاغو الأمريكية من زراعة خلايا جذعية مأخوذة من دارين وزراعتها في البنكرياس مباشرة دون جراحة. تعتبر هذه التقنية أفضل ما توصل إليه العلم في مجال استخدام الخلايا الجذعية لمعالجة السكري. تقول دارين إنها عادت لممارسة حياتها كالمعتاد بعد أن شفيت من المرض. لما كنت أخذ 3 جرعة مثلا يعني الصبح تبعت الظهر تبعت بالليل يعني مثلا ما أقدر أطلع مثلا يعني مثلا بدنا نطلع على 4 ما أقدر أطلع لأنه في إشي يعني راح أخذ على 6 مثلا. ارتئينا إنه نغير طريقة زرع الخلايا من طريقة زرع مباشر إلى طريقة زرع عن طريق القسطرة وعن طريق شرايين البنكرياس عن طريق شعيرات البنكرياس، إلى أن نوصل لمنطقة البنكرياس نفسه ونزرعهم في المنطقة اللي المفروض الخلايا اللي بتفرز الأنسولين بتعيش فيها وهي منطقة رأس البنكرياس. العملية بدت فعالة جدا وتعطي أملا كبيرا لمرضى السكري، فطريقة المعالجة الجديدة ليست بالضرورة مكلفة، لذا نأمل أن تساعد هذه الطريقة في علاج المزيد من المرضى. تعتمد الطريقة الجديدة في معالجة مرضى السكري على ركيزتين: الأولى تنقية الخلايا الجذعية وزراعتها بحيث تكون قادرة على التحول إلى خلايا منتجة للأنسولين بشكل طبيعي. أما الثانية فتعتمد على إيقاف الهجوم المناعي على البنكرياس حتى لا يتم قتل الخلايا المزروعة. التنقية المغناطيسية للخلايا الجذعية تؤدي إلى الحصول على خلايا جذعية عالية النقاوة تصل نقاوتها لأكثر من 98%. هذه الخلايا نعطيها للمريض في الخدمات الطبية الملكية. يقوم الدكتور حازم حبوب وفريقه بزراعتها في بنكرياس المريض وعن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحة أو إلى التخدير العام وما إلى ذلك. بارقة أمل جديدة لمرضى السكري وعمل طبي جديد يحمل بصمة أردنية، والجديد هو اعتماد الأطباء على تقنية الخلايا الجذعية للمريض وليس على الدواء التقليدي. هناك أكثر من 350 مليون شخص مصابون بالسكري حول العالم، ويعمل الطب الحديث على إيجاد علاج لهذا المرض الذي يؤدي إلى موت ملايين الأشخاص سنويا عدا عن الكلفة المالية الباهظة. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.